انا والدتي توفت وانا عندي 19 سنه، ومع مساعدة والدي وكان راجل فاضل الله يرحمه ويغفر لهم يا رب جميعا. الحمد لله قدرنا ان انا وهو نربي اخواتي، وكان اخويا اللي بعد مني كان بيساعدني جدا، وكنا الحمد لله كويسين جدا. بابايا ما اتجوزت بعد ما مامتي الله يرحمها توفت الا لما انا اتجوزت، يعني انا اتجوزت بعد ما ماما الله يرحمها توفت بحوالي 7 سنين. اتجوز بعد ما انا اتجوزت سنه وبعدين توفاه الله. قبل ما يتوفاه الله بحوالي 4 أو 5 أيام ليا أنا أخت تانية كانت مخطوبة وكده. للأسف إحنا ما كناش موافقين على الخطوبة، بس هي كانت مستمسكة بيه. فالمهم هي كانت يعني شارية خطيبها قوي، مش هنقول إن هي كانت بيعانة، بس للأسف كانت ممكن بتضع بابا في مواقف يعني مش بتقلل منه، يعني تخلي أي حد يتعامل معاه إن هو مش على قدره، أو مش على يعني مش على قيمة بابا. لأن بابا ضحى عشاننا جدا، بابا ضحى عشاننا جدا يعني، وتضحيات انا مش قادر اقول لحضرتك. كمان هو كان شال ماما ازاي في مرضها الله يرحمها قبل ما تتوفى، وكان مخلص ليها جدا، يعني عمره ما زعلها. يعني هي المشكله بين اختك وبين خطيبها بعد وفاه بابا، عشان لا المهم نركز. مش لا عايزين نركز مع بعض بقى، عشان هنيجي بابا بعد ما مات. لحظه واحده لحظه واحده. بابا بعد ما مات مش عايزين نبعثه في القبر تاني. لو قلنا بابا مات يبقى مش هنجيب سيره بابا تاني. انا دلوقتي اللي جمعته وراكي ان بابا لم يتزوج بعد وفاه امك الا بعد حضرتك ما اتجوزتي. فعلا. طب خلاص، انا عايز بقى اجمع وراكي، لان مش عايزين نضيع الوقت يا بنتي. طيب. مش عايزين نضيع الوقت وانت لا تستفيدي ولا حاجه. لا، عايزين نقول كده مشكله الخطيب واختك. المشكله ان حصل مشكله بين اختي وخطيبها، وراحت يعني عملت مشكله جامده، فخلتنا احنا خبينا في بابا جامد قبل ما يتوفى ب3 ايام. لا ما سمعتش دي. انا ما سمعتهاش. حضرتك حصل مشكله بين اختي وخطيبها. وبابا موجود. لحظه. وبابا موجود. فبابا ساعتها موجود. طيب بابا حلها ولا لا؟ ما حضرتك اسمعني، المشكله ساعتها ان انا واخواتي الاثنين ليا ولدين تانيين، احنا زعلنا مع بابا جامد جدا، وبعدها بابا توفى ب3 ايام. احنا يعني احنا مش زعلانين ان احنا مثلا شتمنا او حاجه، لا احنا احتدينا معاه في الكلام، لان هو كان بيتساهل، مش بيتساهل يعني كان يعني المشكله انكم احتديتوا مع بابا وانتوا حاسين بالذنب. يا بنتي ركزي معايا، ابوس ايدك. المشكله بتساليني عن حدتك وحده اختك في بابا. في بابا الله يرحمه، وحاسين بعقده الذنب ده كل الموضوع. عشان ما حدش يقول لي قطعت عليها، كنت سيبها تتكلم وضيع حلقتك معاها. خليها تقول يا اخي، احنا مستمتعين بصوتها يا اخي. ارجوك يا امي ركزي. السؤال سواء حصل مشكله بخطيبها مع مدرسها مع الجيران، مفيش مشكله اصلا، وحصلت حده في وجه بابا. الو. ايوه مع حضرتك. الحمد لله يا رب انك لسه موجوده. يقولوا قطعوا عليها. لا والله انا سيبتك كويس. لحظه واحده، في عندك اسئله تانية غير هذا السؤال؟ لا. شكرا. اقروا في سوره الاسراء قول الله تبارك وتعالى بعد ان قال: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآية بعدها: ربكم أعلم بما في نفوسكم. لو رجعتم إلى كل كتب التفاسير فمعناها: إن تكونوا صالحين لا تقصدون أذى آبائكم وأمهاتكم ورفعتم أصواتكم فلا ذنب عليكم. يعني في انفعال، أو أبويا كبير وبيعمل حركات مش مظبوطة، أو أمي، فأنا اتخلقت، لكن من جوايا لا أكرهه، ومن جوايا لا أقصد أن أعنفه. الحوار عالي سنة، حصل، ياما الناس بتنفعل. فده ما دامت الاصل موجود، انا ممكن جدا واحد ينفعل عليا وكانه ما قالش حاجه، لانه صاحب فضل عليا، لانه بيساعدني، لان انا عارف انه معدنه جميل جدا وكويس وبتاع، لكن هي لحظه كده هفه شيطان كده. وفي واحد تاني انا ما استحملش انفعاله، مش انفعاله، كلامه العادي ما استحملوش، لان انا حاسس انه بدور على كلمه يداري بيها نفاقه. ففي فروق. فانتوا احتديتوا على بابا بسبب المشكله عشان انتوا بنات عايزين تتجوزوا باي طريقه من الطرق،
حتى ان شاء الله تقتلوا بابا احمدوا ربنا ان كنتم ما قتلتوهوش. هيقول لك بقى الدكتور مبروك عطيه اصله وقال باسلوبه الساخر، ولا ساخر ولا نيله، مش دي الحقيقه. يعني هي البنت لما تلاقي خطيب وترمي ابوها، او البنت اللي تلاقي واحد يشغلها وتسيب بيت ابوها اللي ياما حطوا لها كوافيل وربوها وعلموها وعملوا معرفش ايه وكبروها ودفعوا كتير قوي بلغه الماده، وهي جواهم حته منهم بلغه الوجدان، ومن اجل كلمتين حلوين تسيب البيت، دي بنت اتربت او دي بنت عندها دين؟ لا طبعا. وهل ده ميزان للاعتدال؟ هل ده ميزان مظبوط ان في حاجه بهذه الطريقه؟ يعني واحد تعيش معاه 20 سنه 18 سنه 19 سنه، ابوكي القبله بتاعتك والكعبه بتاعتك